السلام عليكم. هحكي لكم حكايه بس ما تقولوش لحد. انا عندي عصفورين مربيهم في قفص. المهم العصفورين دول قاعدين في القفص في امان الله، فاجا جوز عصافير من الشارع وقفوا قدامهم كده. فالعصفورين اللي واقفين بصوا على العصفورين بتوع اللي في القفص وقالوا ايه؟ يا بختكم، قاعدين الاكل بيجيلكم لغايه عندكم والميه بتجيلكم لغايه عندكم، انما احنا قاعدين نطير من هنا لهنا للشجره دي للارض دي وما اعرفش ايه، والناس يجروا ورانا ومشونا عشان نجيب شويه اكل وشويه ميه. فببص للعصفورين بتوعي اللي انا مربيهم، اتلاقيتهم بيقولوا ايه؟ يا بختكم، قاعدين بتطيروا من هنا لهنا 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 وحرين نفسكم مستمتعين بالحياه وبتجروا. فالمهم انا بصيت لدول ودول واتضايقت بصراحه، يعني ما اكذبش عليكم اتضايقت قوي. قمت سايبهم وماشي، محدش عاجبه حاله في الدنيا. فنزلت، فتلاقيت واحد راكب عربيه بسم الله ما شاء الله، عربيه ما فيش بعد كده حلاوه، اخر موديل. المهم راكب العربيه وبيجري باخر سرعه ما فيه بيجري. فواحد معدي كده فبص له بيقول له يا عم، لك حق تدوس على الناس يا عم، راكب عربيه واحنا الدور والباقي علينا، بقالنا الوقت 50 سنه ما احناش عارفين حتى نركب عجله. ما فيش حد عاجبه حاله، لا ده عاجبه حاله ولا ده عاجبه حاله. فانا طبعا عنده حب استطلاع، فطبعا سمعت الكلام اللي واقف وشافه هو بيجري وقاعد بيقطم في نفسه وبيقول يا ريتني كنت مكان التاني ده وعند العربيه وعند العز ده. فانا عايز اشوف اللي بيجري بالعربيه ده حكايته ايه. المهم رحت، فتلاقيته داخل مستشفى، ابنه عيان ورايح يعمل تحليلات لنفسه وعنده حاجات يكفينا ويكفيكوا الشر. فهو بيجري مستعجل عايز يلحق يشوف ابنه ويلحق يعمل الفحوصات والتحاليل عشان عنده امراض ربنا يعافينا ويعافيكم. فبيعمل فحوصات عشان يطمن على نفسه وياخد علاجات. فهو بقى ايه بيقول في عقل باله انا وانا معدي بالعربيه اتلقيت واحد ماشي على الارض، بيقول لي ارض تهدم عليك قدي، اللي هو صاحبنا اللي كان بيقول لي يا ريتني العربيه كانت بتاعته وابقى مكانه. فبقول في عقل باله ايه، انا وانا ماشي بالعربيه وبجري اتلقيت واحد ماشي بسرعه عافي صحته حلو، كان ناقص يلحقني وانا بجري، ما يعرفش ان هو كان بيحسد وبينق عليه. يا ريتني كنت اني ماشي وفيا الصحه اللي فلان ده ماشي بها على الارض. يعني شوفوا، لا ده عاجبه حاله ولا ده عاجبه حاله. ما اكذبش عليكم اتضايقت قوي ان ما فيش حد عاجبه حاله، مع ان لو كل واحد فينا رضى باللي ربنا عاته له، لو انا رضيت باللي ربنا قسمه له وبعته لي، انا هعيش مرتاح وهاخد حاجه حلوه. ما هو ربنا بيدينا ابتلاءات، اداك ده اهو، صبرت عليه على الوحش ده هتاخد حاجه حلوه. ممكن يديك حاجه حلوه الوقت بس بعد كده هتاخد حاجه وحشه. المهم وانا راجع اتلقيت واحد قاعد ببرطم مع نفسه كده، بقول ايه، فلان راح سافر البلد الفلانيه وقاعد يبعت فلوس وباته بقى 5 ادوار وبيلعب بالفلوس لعب، انما انا قاعد كده اهو مش لاقي شغل وحزين ومزاجي وحش والايام بتجري بيا. فقمت رايح له قلت له خد يا فلان، مش عايز اقول اسمه يعني، خد يا فلان. قال لي ايه يا علي؟ قلت له انت نفسك تبقى مكان فلان في البلد التانية؟ قال لي يعني ده انا امنيه حياتي، ده انا نفسي دني. قلت له ليه؟ قال لي يا عم ده بيغب فلوس، بيجيب فلوس كتير، انا نفسي ابقى مكانه واكسب زي اللي بيكسبه، ده عمل وعمل وعمل. قلت له اوديك هناك. قال لي بتتكلم بجد؟ المهم خدته قمت رايح ايه موديه البلد. بصراحه يعني كنت اخده موديه البلد جنب الواد التاني. فالمهم يا دوبك اللي انا اخده من هنا موديه البلد هناك، ساعة ما الواد التاني شافه اللي هو المفروض غني، قام باصص له كده وقال في عقل بيقول له ايه، ياه، ده انت قاعد في بلدك، قاعد جنب اهلك جنب ابوك وجنب امك، يا بختك يا عم، وقاعد اكل شارب برخص التراب، ما بتهينش نفسك، عيالك حواليك. فوقفت افتكر كلام ده وهو عمال يقول يا ريتني كنت مكانك، وافتكر وابص لده وهو بيقول يا ريتني كنت مكانك، لا ده عاجبه حاله ولا ده عاجبه حاله. فيا ترى صاحبنا اللي هنا هو اللي معاه حق ولا صاحبنا اللي هنا هو اللي معاه حق؟ ولا يا ترى العصفور المحبوس هو اللي مرتاح ومعاه حق ولا اللي بيطير ومعاه حق؟ ولا صاحبنا اللي راكب عربية وعيان والدنيا كلها تعب ومرض حواليه معاه حق؟ ولا اللي كان ماشي على رجله وعافي ومعاه حق؟ محدش عارف، محدش عاجبه حاله.